إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الأحبة في الله، استمعنا إلى آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى أحمد عبد ربه، القارئ والمقيم بالجميزة مركز السنطة غربية، والذي حل بأهله فأهلا ومرحبا به ورفع الله قدره. ونسأل الله جل وعلا ونحن نجدد نيتنا في هذا المجلس المبارك، نسأله تعالى كما أذن لنا بذكره أن يأذن لنا بعفوه ومغفرته. والآن مع كلمة افتتاحية مع فضيلة الشيخ محمد المغوري حيدر، إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين على أن جعلنا من أمة الحبيب، ولا بد أن نكون حقا وحقيقة وفعلا وعملا من أمة رسول الله، بالعمل، بالاتباع، بتنفيذ ما جاء به رسول الله عن الله. من هنا نكون أحباب رسول الله، من هنا نكون أتباع رسول الله، من هنا يشفع لنا رسول الله يوم القيامة، ونكن في أعلى الجنان مع رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، بعثت رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. رفع الله ذكرك حيث قال ورفعنا لك ذكرك، أعلى قدرك، جعلك أفضل من في الأرض ومن في السماء. يقول ربنا في الحديث القدسي: قسمت القيامة بيني وبينك نصفين يا محمد. أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. كنت آخر الأمم، ده النبي اللي بيقول صلوا عليه، كنت آخر الأمم حتى لا تطلع الأمم على فضائح أمتي. رسول الله جاءنا بسعادة الدنيا والآخرة، لماذا حدنا عن شريعته وأعمالنا كل يوم تعرض عليه في قبره كما في صحيح الحديث؟ أفلا نستحي من رسول الله؟ أفلا نستحي من الله الذي يسارع لرسول الله في هواه؟ يا الله، نعمة، منحة من الله أننا من أمة رسول الله. لكن كثير يتبرأ منهم رسول الله يوم القيامة. جاي ستأتي القيامة، ستأتي. وقال رسول الله: من مات قامت قيامته. يوم القيامة يتخلى عن أناس رسول الله
من أمتك يا رسول الله، نحن من أمتك. لا، غيروا وبدلوا بعدك يا محمد. لازم نفيق، أنا أول كلنا نفيق من غفلتنا، نستيقظ من نومنا العميق. الميكروفونات تأذن، في حد ما بيسمعش؟ الصف بيكمل. فأين العباد؟ أين أتباع رسول الله؟ يا هذا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، كلام النبي. تعرض علي أعمالكم، أما الصف ما يكملش. أما البيت فيه 2 3 ما بيصلوش ولا يركعون، يصبح يغسل وشه وخلاص، يغسله بأطران أحسن له. ليه؟ أين المصلون؟ ده أول شيء هنسأل عنه الصلاة بكلام النبي. نجيب حاجة من عنده. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يقدم على العمرة كل سنة وبحيل ويطلع ولا يصلي. بتحصل ما بتحصلش؟ ولم يدخل المسجد إلا في النعش ليصلى عليه صلاة الجنازة. مفاتيح الجنة النهارده مش في ايدي، بس قواعد الأحاديث المصطفى القرآن بين واضح لكل واحد، لكن عميت الأبصار، صمت الآذان، أخرست الألسنة. عند ساعة الطاعة نكفير نخطب. أما لو لهو وغفلة لهو خفي يجرنا الشيطان جرا. ما الشيطان يقول لك روح المسجد؟ لا، مش هيقول لك روح المسجد. ده عبد الله بن أبي بن مكتوم، عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم، أعمى وداره فخر المدينة، والمسجد فخرها من الناحية التانية، أعمى، والمدينة نقرة وصخرة وحفرة، مش طرق، ما فيش جرادر يصلح ولا زي ما هي كده جبال. يقع في حفر، يخبط في حيط، يقع في. قال له يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أفلا ترخص لي أن أصلي في بيتي في داري؟ أعمى وماليش حد يوديني المسجد. الرسول قال له ايه؟ نعم، شفق وبكى رسول الله. تكفرح، مش يحسس فيه، مش هيروح بقى. نادى عليه يا ابن أم مكتوم. الرسول نادى عليه تعال. قال له أتسمع بلال وهو يؤذن؟ ما هو دار فخر المدينة هناك شاسعة نائية في أعلى المدينة. أتسمع بلال؟ ولا كم ميكروفونات ولا غير ميكروفونات. أهو بلال. إيه ده؟ كأني بلال ده انولد كده، انزل تؤذن لرسول الله. وصوته بيسمع المدينة كلها. سبحان الله سبحان الله. الميكروفونات. وما أنت بمسمع من في القبور. يا ابن أم مكتوم أتسمع بلال وهو يؤذن؟ قال بلى أسمع يا رسول الله. قال صل في المسجد لا رخصة لك عندي. حديث صحيح، افهم أنا وانت. لا رخصة لك عندي، صل في المسجد. الله الله الله. خلاص. ليه؟ طب ما قال له كده ليه؟ قال له الأول برحمته وشفقته. نزل جبريل قال له لا، عاتبه الله. لا، لازم يجي المسجد. احنا بقى لنا عذر. عذرنا المسلسلات، الافلام، التمثيليات، اللهو الخفي، الغفله. تهنا كبني اسرائيل تاهوا في الارض، يتيهون في الارض.
وسماهم فاسقين. لا نريد أن نكون هذا، نحن من أمة رسول الله حتى يشفع لك يوم القيامة يقول لا يا محمد غيروا وبدلوا بعدك. دي اللي بتك عليها شوية حتى نفيق جميعا وأنا أولكم، وأن نوقظ القلوب، وأن يأخذ بعضنا بيد بعض. ومعذرة للإطالة، وأترك الكلام لعلمائنا وأساتذتنا ليتفضلوا ويدلوا بدلوهم في العلم حتى نستمع إليهم ونرتشف من علمهم. جزاهم